السلام عليكم، مرحبا بكم خياتي العزاز عندي على قناتي. اليوم خياتي العزاز حبيت نشارك معكم وصفه البركوكس مع هذا البرد اللي رانا فيه في هذه الايام. قبل ما نبداو الوصفه تاع نهار اليوم صلوا على النبي المختار عليه افضل صلاه وتسليم. هنا كما راكم تشوفوا معايا عندي مجموعه من الخضار. عندي الزروديه، الجزر، البصل، عندي 3 ورقات تاع السلق، عندي اللفت، البسباس، والملفوف يعني الكرومبيط كميه صغيره ماشي بزاف، وعندي هاد القديد، يعني في بعض المناطق يعيطولو الخليع، وحنا هنايا في الجزائر نقولولو القديد. القديد هذا عباره عن لحم درنا له شويه ملح وجففناه في اشعه الشمس، يعني نشرناه في الشمس حتى يبس، وكي يبس نحيته، تخلصت من هذيك الملوحه تاعو، والان راح نستعمله. يعني هاد القديد يعني نستعملوه اكثر في ايام عيد الاضحى، يكون عندنا كميه من اللحم. يعني ناخذ كميه من اللحم نديروا لها الملح وننشروها تحت اشعه الشمس، واليوم كيما نهار تاع اليوم رانا نستعملوه فيه، انا راح نستعملوه اليوم. هاوليك القديد تاعنا راح نحطوه في طنجره الضغط. اللي تحب طيب الطنجره عاديه طيب، انا برك باش نسرع عمليه الطهو، يعني الطهي باش نطيب لي يعني رابيدمون، راح نديرها في طنجره الضغط. هنا هاد الخضار نحطها بجهه ومن بعد راح نستعملها. واستعملت هذاك البركوكس هاد النوعيه، كل واحد يستعمل النوعيه اللي عنده، انا نستعمل هاد النوعيه. واش عندك في الدار نوعيه، اي نوعيه عندك في الدار تستعملوها. هنا هاد القديد راني حطيته هنايا. البصل قطعته راح نضيفه بهذه الكيفيه، قطعته يعني صغير صغير، وما راحش ندير له الملح دوكا، وما راحش ندير له لي زيبيس دوكا، يعني التوابل نخلوها من بعد باش نديروها. مجرد اني ندير اللحم القديد هذاك مع هذاك البصل شويه تاع زيت باش يتقلى معانا هذاك البصل والقديد، نخليوهم على نار متوسطه، ونعاود نولي لكم نكملوا الوصفه مع بعض. ما حطيت هذاك القديد تاعنا مع البصل فوق النار قليله يتقلاو، انا جيت للخضار تاعنا اللي كما قلت لكم الزروديه واللفت، هاد 3 ورقات تاع السلق، الملفوف والبسباس، وهذيك البصله اللي كنت حطيتها. هنا راح نحط الزروديه واللفت نحطهم في الاشواغ، نرحيهم باش نزيدهم مع هذيك البصله والبصل والقديد، نخليهم يتقلاو معاهم، ومن بعد نمرق. عفوا قبل ما نمرق ندير طوماطيش ونمرق. دوك نوريكم. قبل كل شيء نرحي هاد الزروديه مع هادو، خليهم من بعد البسباس والملفوف والسلق. بعد ما نمرق اللي عندها الكرافس دير الكرافس، انايا ما عنديش كرافس درت السلق. يعني الخضار اللي تكون موجوده عندك في الدار ديريها عادي باش ولادك يستنفعوا بها، يعني الاسره كلها تستنفع بكميه الخضار. قد ما تكون كميه الخضار موجوده في الدار يعني طيبي بها تكون مليحه. يعني وشنو انا نحب نرحي الخضار تاعي، نقدر يعني نقطعها ونديرها، ولكن عليكم على بالكم الاطفال يحبوش كي يشوفوا الخضره هكاك في الماكله، ما يحبوش ياكلوا الخضره. اللي عنده مشكل مع ولادو ما ياكلولوش الخضره، ما عليه غير يديرها في الاشوار، يرحيها ويزيدها للمرق باش ياكلولو هذيك الاكله. هنا راح نرحي هاد الخضار ونضيفها مع هذاك البصل والقديد. هنا بعد ما تقلات معنا هذاك البصل وهذاك القديد كما كنتوا تشوفوا معنا، راح نضيف معها ملعقتين تاع طوماطيش تاع علب يكونوا معمرين مليح. انا نزيد شويه صافي راح نمرقها. ها هي انا درت ملعقتين ونصف، يعني يكونوا معمرين مليح هكذا، ونخلطوها. هنا راح نزيد معاها هذاك الثوم، بعد ما درت نزيد معاها الثوم هكذا بهذه الكيفيه، ونزيد معاها كذلك الخضار اللي تتمثل الزروديه واللفت اللي كنا رحيناهم هكذا، ونخلوهم يتقلاو مع بعض. هنا نخلي كل هاد الخضار تتقلى مع بعض. مجرد انها تتقلى مليح نزيد معاها الماء نمرقها، ونزيد الحميصه. اذا تتقلى الخضره نمرقوها فيما بعد نتلاقاو. راح نزيد معاها كميه تاع الملح، انا هنا باش راح نملح نزيد معاها كميه تاع الملح، نزيد معاها توابل تمثل فراس الحانوت كذا كامل، وكذلك بابريكا، فلفل عكري احمر، هذا العكري الاحمر هاوليك ندير
ملعقه ونمرقها مباشره. راح نمرقها هكذايا، ونزيد لها بطبيعه الحال نزيد لها الحميصه. انا الحميصه تاعي مشمخه وماشي طايبه، راح نزيد لها كميه تاع الحميصه. هنا نخلوها طيب، ونخلوها داك اللحم يطيب، الحميصه طيب، ومن بعد نزيد لها ماشي طيب مليح يدخل لها طياب، نزيدوا لها الخضر اللي قعدت لنا. انا هنايا نغلق عليها ونخليها تغلي شويه ونزيد لها الخضر. ما مرقنا هذاك القدر تاعنا، نرجع للخضر تاعي. هاوليك البسبس نقطعوه ونحطوه هذاك الاشواخ، نرحيه مع بقيه الخضر اللي قعدت لي باش نضيفها لهذاك المرق. علاش قلت لكم نرحيها هنايا؟ باش الاطفال تاعكم ياكلوا يعني بكل بساطه، ما يقولكش انا ما ناكلش هذه، ما ناكلش زروديه، ما ناكلش، يعني كي ترحوا كلش راحين ياكلوا المرق وهذوك الحبيبات تاع البركوكس، يعني بكل بساطه بكل سهوله. يعني ما تكونش عندكم صعوبه مع اولادكم انهم يتناولوا الوجبه. دائما استعملوا هذه الطريقه تاع ترحوا الخضر وتزيدوها للمرق. شوفوا انا نحلي كل الخضر اللي عندي باش نزيدها للقدر تاعنا. بعد ما الحب يدخل له شويه تاع طياب، كي تشوفوا اللحم راح يدخل له هذاك الطياب، تزيدوا الجود الخضر هذه اللي قعدت قطعوها وتزيدوها لهذيك المرق هكا بكل اريحيه. نكمل هذاك السلق، واللي عندها الكرافس تزيد، اللي عندها الحبه تزيد، الفول تزيد. يعني البركوكس راهي تقدروا تطيبوه بعده طرق، يعني يجي بسم الله ما شاء الله مع القديد يجي رائع. دوك تشوفوا معايا الوصفه. انا هنايا نرحي كل هاد الخضر اللي عندي باش نزيدها لهذاك باش نزيدها للمرق، نرحيهم ونولوا مع بعض. هنايا بعد ما غلات معنا ودخلوا اللحم دخلوا الطياب، راح نزيد هذيك الخضر اللي كنا رحيناها، نزيدها كامله الخضر هكذا بهذه الكيفيه. وانا كنت دقتها على ديجا، كنت دقتها على الملح، كنتها ناقصه شويه ملح، اذا راح نزيد لها شويه تاع ملح ماشي بزاف، غير شويه هكذايا، ونخليها طيب. نخلي هذاك اللحم يطيب. بعد ما يطيب اللحم راح نضيف معاه هذاك البركوكس، من بعد نولوا مع بعض. شوفوا هنايا بعد ما طاب القديد تاعنا راه طايب هنا والحميصه طابت، واش راح نديرو؟ راح نحي شويه تاع مرق في كاسرونه. بسم الله، نحي قليل من المرق في كاسرونه باش كي نديرو هذاك الحبيبات تاع البركوكس نلقاوه نشف معانا، نزيدوا له المرق، يكون المرق حاضر معانا. والكميه تاع البركوكس ديروا واش يعني تاكلوا. ها هي انا ما راحش ندير باكي كامل، الباكي راح نخلي منه شويه. هنا راني نحيت كميه تاع المرق نحطها بجيه. شوفوا كل شيء طايب معانا. راح نجيب هذيك الكميه تاع البركوكس، ها هو معنا، نحطو غير بشويه هكذايا، نبدا نفرغ فيه. ها هو معايا بهذه الكيفيه. هنا نخليه يطيب، النار راهي قويه، نبقى نحرك فيه ساعه لساعه هكا، نحركو حتى يطيب معانا. هنا الحبيبه تاع تشوفوا فيها هايديك مازال ما طابتش، ومن بعد هو راح يتنفخ معانا، ماشي قاعد هكذا، يتنفخ معانا وتزيد تضاعف الكميه تاعو. اذا نخليه يطيب نوريه لكم واجد. شوفوا معايا هنايا بعد ما تضاعف الحجم تاعها، شوفوا مازال ما نشفتش مليح. هنا راح نزيد معاها شويه ما سخون، ما راحش نزيد المرق. هنايا المرق هذاك اللي احتفظت به نزيدو بعد كي نسقي كي تنشف معنا وطيب كامل وتخصنا المرقه نزيدو المرقه. بصح دوكا نزيدو شويه تاع ماء هكذايا. شوفوا الحجم تاعها ضاع. تخلطوا هكذا تبقاو تخلطوا توجور، تخلط يديكم ما تتنحاش عليه، كلش راهو طايب. حنا مجرد ان يطيب معنا هاد الحبيبات تاع البركوكس يطيبوا معنا. شوفوا معايا انا نبقى نزيد الماء هكذا، كل ما يخصها الماء نزيد لها الماء هكذايا بهذه الكيفيه، ونخلط بطبيعه الحال هكا حتى تطيب هذيك الكميه اللي عندنا. والمرق اللي احتفظت به في الكاسرونه تخلوه من بعد ما نطفوا الفرنو راح يزيد هو ينشف، ولا تزيدوا لها هذيك المرقه. هذه هي انا هكا نبقى نخلط حتى يطيب الحبيبات ونوريها لكم جاهزه معنا. المهم خلطوه مليح، ما تحبسوش باش ما تشد لكمش في الطنجره تاعكم. يلا معنا كي تولي جاهزه نوريها لكم. هنايا قبل ما نطفي الفرنو شوفوا معايا، شوفوا كيفاش راهي. راح نزيد هذه الحبه تاعها ولا زوج، كل واحد يدير الحار اللي يناسبه.
انا ندير غير وحده باش ما ياكلوش بزاف الحار. هكذايا شوفوا تخليها تغلي شويه غير شويه ونطفي عليها. هنا راح نسبيها في الطبسي وريها لكم جاهزه معنا، اصبحت جاهزه. شوفوا الحجم تاعها كيف تضاعف. لك البركوكس تاعنا بعد ما اصبح جاهز معنا، انا هنا راح نسقيه في طبسي ونقدموه للعائله تاكلوه. بسم الله. هكذا يتكل سخون، يعني من الاحسن يتكل سخون. واذا كان نشف معاكم ولا تزيدوا له هذيك المرق اللي كنا استحفظنا بها في الكاسرونه. هكذا بهذه الكيفيه. ها هو نقول لكم تاكلوه بالصحه والراحه ان شاء الله. ان شاء الله ينال رضاكم واعجابكم. هنا راح نزيد له فقط لمسه تاع الحشيش. اللي عنده الحشيش يدير الحشيش، اللي ما عندوش ياكلوه هكذاك. هذه هي. نقول لكم ان شاء الله ينال رضاكم واعجابكم، تاكلوه بالصحه والراحه ان شاء الله. هنا نتلاقاو ان شاء الله الى فيديو اخر. نقول لكم مع السلامه.